ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يوم جديد وروتين جديد ويوم سعيد عليكم باذن الله. ربنا يجعل ايامكم كلها خير ويحقق امانيكم وييسر لكم حالكم ويرزقكم بكل اللي نفسكم فيه، اللهم امين. فيديو النهارده حلو جدا، يعني كنت انا تعبانه وقتها ووقت ما انا كنت بصوره، بس الحمد لله انا دلوقتي كويسه والحمد لله يعني قادره اقوم، والحمد لله بقيت احسن من الاول. انا كنت اخر فيديو منزلاه كنت قايله لكم ان انا يعني اليوم اللي انا كنت بصور فيه الفيديو اللي نزلته الاخير ده، كنت اليوم دوت ابتديت اتعب. وعايزه اقول لكم ان انا اصلا كنت رافضه اكشف يعني وكده، بس من كتر التعب كشفت الحمد لله. اداني طبعا مضاد حيوي اقوى من اللي كنت باخده، واداني غرغره برضو، واداني مسكن الالام مخفض للحراره برضو. يعني هو اداني اللي كان معايا بس زود لي الجرعه يعني. فالحمد لله انا احسن من الاول دلوقتي. الروتين دوت كان اول روتين بعد ما قمت يعني. كنت بص انا كنت واخده مسكن وتعبانه، بس ايه عشان خاطر يعني يعني خدت مسكن وقلت اقوم كده اعمل للولاد اكل، ابص على المطبخ. لان انا الثلاث ايام اللي كنت نايمه فيهم كانوا ولادي هما اللي بيعملوا كل حاجه. بص المطبخ بقى شكله بقى عامل ازاي، طبعا كل حاجه على بعضيها. الاكل ده انا كنت مطلعاه من التلاجة، لان اي حاجه كانت مع ولادي حاطينها في التلاجة وسايبينها. فانا قمت كده بقى مسكت ايه بقى الحاجه اللي في التلاجة كده طلعتها. الطباق يعني اللي هي فيها اكل ولادي بقى كل حاجه كده سايبينها يعني مكانها. فالدنيا يعني مش تمام، بس كان على قلبي زي العسل وكنت مبسوطه جدا جدا جدا. لان بناتي كانوا واقفين في المطبخ، ربنا يبارك لي فيهم ويبارك لكل حد عنده اولاد او بنات. يعني انا عايزه اقول لكم بناتي دول اللي كانوا بيغسلوا اصلا المواعين دول، واحده لسه داخله سنه خمسة وواحده لسه داخله تانية ابتدائي. يعني شايفين هم صغيرين ازاي. عايزاكم تقول لهم كل سنه وانتم وهم طيبين، لان انا والبنات عيد ميلادنا في نفس الاسبوع دوت. وكنت منزله بوست من كام يوم على المنتدى ان يوم عيد ميلادي، انا عيد ميلادي 16/9، وبنتي كبيره 15/9، وبنتي التانية يوم 19/9. فاحنا التلاتة في نفس الاسبوع. بصوا بقى البنات كانوا بيعملوا ايه، بيغسلوا الطبق والمعالق ويسيبوا الحلال. لقيتهم مكومين حلل. كمان الفوط بتاعة المطبخ كانوا بيغسلوها ويعصروها يعني، ويحطوها كده على الرخامة ويرصوا عليها المواعين الموسخة عشان لما يروحوا يغسلوها. الطبق دوت انا بجمع فيه الاكل اللي فايض مننا. طبعا انا ما بهدرش في اكل ولا اي حاجة، بس خلاص الاكل مش محتاجينه انا بعمل على القد وكل حاجة. بس الاكل مش محتاجينه بحط الفراخ بتاعتي فوق السطوح، فما بهدرش حاجة. المهم لقيتهم بقى كده ايه رصين لي المواعين اللي هي الحلل على جنب بقى، وايه وكانوا بيغسلوا الطباق والكوبايات والمعالق. فايه قلت خلاص يعني كتر خيرهم الحلل. طبعا انا لقيت بنتي غاسله حله كده بس ما كانتش عجباني، طلعتها برضو حطها في الغسيل، غسيل يعني المواعين وكده. حله لبن حله اي حاجه ما عرفوش طبعا يغسلوها. غير ان جوزي ربنا يبارك له ربنا يبارك له عمل لي اكل في يوم. وعايزه اقول لكم يعني دخول الرجاله المطبخ ده مش حاجه حلوه يعني. حرق لي الحله، يلا مش اشكال، بس ايه يعني هو مش وقتها ان انا اغسلها يعني. في وسط التعب ده لسه هدعك بقى حله محروقه ومش عارفه ايه. المهم ده كان رص الولاد في المطبقيه يعني. هو مش تمام. بصوا هي الطبق كانت نظيفه بس الكوبايات ما كانتش عاجباني بصراحه. فانا الكوبايات برضو غسلتها. وادي البوتاجاز كان بقاله 3 ايام ما اتغسلش كأنه بقاله يعني قرن. فقلت مش اشكال يعني، هما عملوا اللي عليهم وزيادة. يعني هما يروقوا لي الشقة ويغسلوا الطباق والمعالق والكوبايات حاجة زي الفل. دي كانت شعرية بسكر كده. كنت انا ايه يعني يا دوب كده قمت شوية وكان نفسي اكل حاجة مسكرة وفي نفس الوقت حاجة اقدر ابلعها، لان كان اللوز التف اللوز والزور وكده، فما كنتش بقدر ابلع اكل. فكنت عملت شعرية كده بسكر، حمرتها وحطيت عليها حبة سكر بالعافية. دي الحاجة الوحيدة اللي قدرت اعملها. كان جوزي بقى هو اللي عمل الاكل، ويوم تاني جاب للولاد كان في اكل بايت. ويوم جاب لهم بقى هم اكل من بره، انا ما كنتش باكل غير حاجات يعني مسلوقه. فالمهم قلت ايه المطبخ كده مكركب والدنيا زي ما انتوا شايفينها، وانا عايزه اعمل اكل. فبصراحه ما غسلتش المواعين الاول، انا دخلت على طول. عملت ايه لميت الاكل اللي في الطبق حطيته في الطبق بتاع اكل الفراخ، عشان خاطر قلت الطبق دي الحق احطها في الحوض عشان خاطر لما اجي اغسلها تكون لينه معايا، وعشان خاطر الفراخ كانوا عايزين ياكلوا. فحطيت كده الاكل للفراخ. وجيت بقى عملت ايه، كان في عيش وفينو وكده، فحطيت حبة مية على الاكل عشان خاطر الاكل بتاعهم يطرى ويبقى طري يعني عليهم. دي روح برضو مهما كان. وايه وخليت البنات كده طلعوا لهم الاكل، وانا دخلت على البوتاجاز الاول. مسكت البوتاجاز غسلته. قلت مش هعمل اكل وهو موسخ كده لان الحاجه اللي عليها تتحرق.
وكان عندي برضو كيس فول كنت جايباه اعمله فول بقوطه وحطيته في التلاجة في التلاجة. ولما تعبت ف فطبعا ايه لما بيتحط في التلاجة الفول بيبوظ، لكن لو حطيتيه في الفريزر بيبقى زي الفل. فحطيته برضو الفراخ، مسكت كده البوتاجاز نضفته، ما كانش وقت بقى دحك وتلميع وكده، يا دوب هو بس ايه غسله كده على الماشي، خليته نضف عشان خاطر اعمل الاكل عليه. فكان جوزي جايب لي فرخه كده عشان انا كان الدكتور زود لي المضاد الحيوي بتاعي. بصوا هو كان كاتب لي على ابر مضاد حيوي، وكان كاتب لي على برشام، الاتنين اخدهم مع بعض، يعني ابره صباحا ومساء الواحده 750. تمام. وكان كاتب لي على مضاد حيوي كمان، يعني الابر مضاد حيوي والاقراص مضاد حيوي. القرص 1000، اخد 3 في اليوم، يعني الدكتور كان ناوي يقتلني كان هيقتلني بالبطيء يعني. فلقيت لا ان كتير جدا، وبتاع الصيدليه قال لي لا ده كتير جدا عليكي. فكلمت الدكتور وما خدتش الابر، خدت المضاد الحيوي، خدت 3 مرات في اليوم. فالحمد لله يعني هو دور وعدى. فجيت بقى ايه كده جبت جاب لي جوزي بقى فراخ وكده، فقطعت الفراخ وسلقتها. في الاول ما عملتش طشه ولا اي حاجه، انا حطيت بس الفرخه، الميه غلت حطيت ميه والميه غلت، بعد كده حطيت فرخه وحبهان وحطيت ملح. ما حطيتش بقى حاجه كتير بصراحه، ما رضيتش احط توابل كتير ولا اي حاجه، لان انا كنت عايزه اصلا الاكل يعني ما فيهوش يعني توابل كتير، لان كل حاجه كانت في بقي طعمها متغير. فما كنتش حابه احط توابل قوي او اي حاجه يعني. بس لو هتحط ورق لوري وفلفل اسود صحيح، مش بودر. تمام. وابتديت بقى كده ايه سبت الفراخ بقى كده تغلي، وجيت جوزي بقول له طبعا انتوا عايزين تاكلوا ايه؟ قال لي لا مدام فوقتي تقومي، مدام فوقتي تعملي لنا فته. قلت له فته ايه؟ وبعدين انا واخده مسكن اصلا يعني، انا عملت الفيديو ده على قرصين مسكن يعني على مرتين. ف فقلت له لا يعني عايزين ايه؟ قال لي لا عايزين فته. قلت له خلاص بصوا، هم سعادتهم عندي بالدنيا، وهم شايفيني واقفه في المطبخ فهم مبسوطين، عايزين يا ماما ناكل فته من ايدك. الطبيعي الفته بتتعمل على اللحمه، بس انا عندي بيت جوزي هنا بيعملوا عادي، ممكن الفته على الفراخ عادي يعني مش اشكال. فجيت بقى عملت ايه، حطيت كده سمنه وزيت، وحطيت الرز كان مغسول ومتصفي، حطيته وقلبته شويه، وبعد كده حطيت بقى الميه وسبته ايه يستوي. وعملت ايه الصلصه هنا، حطيت تومه و سمنه وقلبتها. اول ما احمرت حطيت معلقه من التومه او الطشه على الشوربه، لان انا كنت عاملاها مش مسلوقه ميه وملح، لا انا كنت حاطه لها برده طشه، بس مش سمنه كتير يعني. وحطيت بقى ايه على باقي التومه، حطيت عليها طماطم عشان خاطر تتسبك. وبعد ما اتسبكت حطيت لها حبة خل وحبة شوربة. تمام، كبشة واحدة يعني كده. وجيت بقى عملت لسان عصفور، لان انا ما باكلش، مش هاكل الفتة اولا فيها عيش ورز وده كله ما كنتش اعرف ابلعه، مع الخل كان هيحرقني برضو في زوري. فجيت انا قلت خلاص انا هعمل لنفسي شوربة لسان عصفور، وعشان شوربة اللسان العصفور تطلع معاكم حلوة. طبعا الفراخ هنا بقى كانت استوت، وكنت حاطة الفراخ فين في الفرن في الشواية يعني بتتشوي. عشان لسان العصفور يطلع معاكم حلو، انتوا دلوقتي هتشوحوه، ولو واحده اغمقت عن التانية كده وحسيتوا ان الدنيا هتبوظ منكم هيتحرق، وطوا النار خالص وقلبوه، هتلاقوه كله لون واحد. وهيبقى ايه يعني مش هيتحرق يعني منك، كله هيبقى لون واحد. اول بقى ما خلاص يحمر هتنزلي عليه بالشوربه، وزي ما انت بتحبي. انا الشوربه كانت حطيت لها يعني بعد كده كوبايه ميه في الحله، وحطيت للسان عصفور كوبايه ميه، هتسيبوه يغلي خالص، هتسيبوه اول ما يغلي غلوه هتطفوا عليه، تسيبوه ما تقولوش بقى استوى ولا ما استواش، هو يستوي مع نفسه. وجيت بقى هنا حطيت معلقه سمنه وحطيت العيش كده حمصته. انا كنت دايما بحمص العيش، المره دي الوحيده اللي محمصتش العيش، انا حطيته في معلقه سمنه وقلبته طلع زي الفل وكان طعمه جميل. قلبته وبعد كده بقى رحت حاطه الرز وحط عليه شوربه وحطيت الصلصه، وكانت الفراخ هنا احمرت، ابتديت حطيتها على الوش. طبعا انا مش هاكل فته ولا اي حاجه غير لسان عصفور. لسان عصفور كان استوى، حطيت له طبعا حبه شوربه تاني، وحطيت له بقى الفراخ بتاعتي اللي انا كنت هاكلها. انا باكل الكتف يعني او الصدر، بس ايه حطيته من غير ما احمره، انا خليته طري كده. عايزه اقول لكم ان انا حته الفرخه دي انا اكلتها على 3 مرات، يعني هي كتف بس مش الصدر كله، انا اكلتها على 3 مرات ما كنتش قادره والله. بس الحمد لله بقيت كويسه، والف حمد والف شكر، كل حاجه خير. نسيت اقول لكم كمان ان انا شغلت الغساله الاوتوماتيك قبل ما اعمل الاكل. قلت ايه كان عندي الفوط كلها بقى، لقيت الفوط واتسخت واتبهدلت وكده،
فانا ايه مسكت بقى كده الفوط، رحت حطها في الغساله الاوتوماتيك عشان خاطر تتغسل يعني. انا ما رضيتش اغسل الغساله العاديه لان انا ما كنتش قادره اصلا اعمل حاجه. فالحمد لله عملت الاكل بدري وكلنا كده اهو. وبعد كده كانت الغساله خلصت، فجيت طبعا كان الجو تراب وكده، وكانت الحبال فيها تراب والشباك، فمسكت فوطه ومسحت طبعا السور، ومسحت الحبال عشان ما نشرش على التراب، لان الغسيل كان هيطرب. فمسكت بقى كده الغسيل نشرته، وكانت فوط بس يعني، هي الدورة كلها كانت فوط بس. نشرتهم وقلت خلاص كده والحمد لله اني يعني الفوط نطفت، لان كانت كل الفوط موسخة. وعملت الاكل واكلنا. وطبعا ايه كان يعني قعدت شوية ريحت، ما قمتش على طول. آم، وبعد كده بقى حسيت نفسي ان انا هبتدي اتعب وكده، فما رضيتش اغسل المواعين ولا اعمل حاجه وراها غير لما خدت مسكن تاني وقمت بقى غسلت المواعين. المواعين طبعا كانت كتيره جدا، لان انا يعني احنا اتغدينا وعملت اكل وكده، فكانت المواعين طبعا اتوسخت تاني. عايزه اقول لكم ان اي حاجه كنت بستخدمها على البوتاجاز وانا بعمل اكل كنت بغسلها واستخدم فيها الاكل، لان كانت المواعين كلها تعتبر موسخه. برضو كان في حاجات كده كان الولاد غاسلينها مش عجباني قوي زي الكوبايات وكده. ولقيت حله برضو بنتي ما كانتش عارفه تلمعها، كتر خيرهم برضو هم صغيرين في يعني، ده بيبقى في سنهم واكبر منهم قاعدين بيخلوا ماما تطلع لهم الغيار من الدولاب. فانا الحمد لله انا مخليه ولادي دايما يساعدوني، ودوت بينفعهم لما كنت تعبانه او مش موجوده. بيعرفوا يجيبوا كوبايه، يجيبوا طبق، عارفين الحاجه دي انا بحطها فين وده فين. مهما كانوا صغيرين لازم تعلموا ولادكم سواء كانوا ولاد او بنات. انا مع اني تعلموا الولاد بنات او ولاد ان هم برضو يعتمدوا على نفسهم. انا بشوف عيال اكبر من ولادي والله العظيم ويقولوا لماما ماما طلعي لنا غيار، احنا ما بنعرفش نطلع غيار من الدولاب. يعني بسم الله ما شاء الله، داخلين اعدادي او في اعدادي وما بيعرفوش يطلعوا لنفسهم غيار من الدولاب. فانا ما بحبش كده بصراحة. فايه لازم تعودوا ولادكم دايما ان هم ايه يقوموا كده يساعدوا، يقوموا ويبقوا عارفين اي حاجه في المطبخ. لا قدر الله انت تعبتي خرجتي رحتي جيتي يبقوا فاهمين برضو، عارفين برضو ايه ماما بتحط الحاجه دي هنا، عايزين نجيب حاجه نلاقيها. يعني ما يبقوش عبط يعني من الاخر يعني. انا بقول الصراحه ما يبقوش عبط، لان انا الطفل اللي بشوفه كده بقول عليه ده عبيط عيل عبيط. ف سامحوني يعني في الكلام اللي بقوله، بس دي بصراحة يعني. أنا في أوقات مثلا أختي تبقى قاعدة كده تلاقي ابنها أكبر من ولادي، ماما مش عارفة عايز ايه، ما بعرفش اجيبه او ما يعني هي حاجة سهلة. فبقول لها لا ما تخلوش كده، لا لازم دايما يقوم ويعمل ويسوي، مش عشان خاطر ولد مش مهم يعني يتعلم الطبيخ وانه يدخل المطبخ بقى ويطبخ والكلام ده كله، لا بس على الاقل يبقى فاهم وعارف كده الحاجه اللي هو بيعملها. يساعد يروق سريره، يروق كتبه، يروق مكان ما استخدم الحاجه. آه اللي هو يعني يساعد برضه عشان خاطر ده كله هيخفف على الام. فربنا يبارك في ولادنا ويساعدنا عليهم ويقدرنا عليهم ويحفظهم يا رب ويبارك فيهم. المهم زي ما انتوا عارفين انا بغسل المواعين ازاي، ان انا بحط المواعين في الحوض وببتدي بقى ايه افتح عليهم الميه. النهارده ما فتحتش يعني عليهم الميه لان انا كنت قبليها حاطه عليهم ميه. مسكت كده بقى الاول غطيان الحلل بقى كده، والحاجه اللي هي نضيفه شويه او حسيتها نضيفه شويه وغسلتها الاول، وقبل ما اشطفها ابتديت املى الحوض مواعين تاني عشان الميه اللي انا بشطف بيها المواعين تنزل، الميه والصابون اللي بتنزل من المواعين تنزل على بتنزل يعني من المواعين النظيفة تنزل على المواعين الموسخة. يبقى انا كده استخدمت المية في حاجتين، مش بقى اهدر في المية واقعد بقى اغسل دول والحوض يكون فاضي وبعد كده اجي استخدم مية تاني. لا انا بعمل حاجتين في حاجة واحدة. تمام. طبعا الميه اللي بتنزل ميه بصابون دي بتنضف برضو معايا وبتلين ايه المواعين لو فيهم اي حاجه او دهون او اي حاجه زي كده. خلصتهم خلاص هبتدي برضو اخد الجوله التانية برضو في المواعين. وبحب ايه احط الطبق مع بعض الكوبايات مع بعض. لو لاحظت انا ما غسلتش الكوبايات الاول، انا دايما بحط الكوبايات في الاخر وليها سبونشه لوحدها او بستخدم لها سلكه لوحديها. ليه الكوبايات بلمهم كده في صينيه وبحطهم على جنب بياخدوش مكان، لكن انا بحب اخلص الحاجه الكبيره اللي هتفضي لي مكان اكتر. فببتدي بقى كده برضو نفس الحكايه، هغسل حبه المواعين دول وقبل ما اشطفهم هملى برضو الحوض مواعين تاني. نسيت اقول لكم اني اللي بيشوفني لاول مره ما ينساش اللايك والاشتراك في القناه. فيديوهات الايام دي واقعه خالص خالص خالص، وده ما بيشجعنيش ان انا اعمل فيديوهات تانية. فسامحوني يا ريت معلش تشجعوني باللايك بتاعكم وتشيروا الفيديو لاي حد من صحابكم. يا ريت تشتركوا في القناه. والله انا لسه ما خلصت الشروط بتاعتي، ولا الاول ولا التاني ولا اي حاجه، لسه قدامي كتير، فيا ريت تساعدوني.
طبعا اي حد بيعمل فيديوهات بيتعب فيها، بيحب يوصل لكم الفيديو بطريقه محترمه، يقدم لكم الفيديو بطريقه حلوه، يشجعك، يخليكي تقومي كده وتشوفي اللي وراكي، نتكلم مع بعض كلمتين ونفضفض مع بعض بحاجات هتفيد اي ست بيت مننا وكده. فيا ريت ما تحرمنيش باللايك بتاعكم، عشان خاطر والله الفيديوهات بتاعتي واقعه، والوقوع بتاع الفيديوهات ده بيحبطني. تمام. فكده بقى ايه، زي ما قلت لكم ان انا بعمل ايه يعني في المواعين. اول ما هاجي اشطف المواعين دي هملى الحوض برضو مواعين تاني، خلي المواعين طبعا تنزل، الميه والصابون ينزل على المواعين اللي لسه هغسل. تمام. تمام. قولوا تمام. تمام. المهم زي ما انتوا شايفين كده، طبعا ده كله ما كانش كله ورا بعضه، لا انا كنت بريح وبقوم يعني. فما تستعجلش على نفسك وما تضغطيش على نفسك، الدنيا مش هتطير. آم، فانت ايه يعني، تقعدي تريحي شويه وبعد كده تقومي بقى ايه تكملي اللي وراكي. بص انا هنا كنت بحاول ان انا احط حاجه تحت الصواني اللي بيها تكون رافعه الصواني، عشان خاطر الميه اللي هتنزل من الحنفيه تجري على طول في على الصرف، عشان خاطر الصواني لما بحطها بتكتم الصرف، ما بتخلي الميه بقى تتكوم، وانا ما كنتش عايزه كده. فانا حطيت كده صينيه شاي مقلوبه عشان تبقى عاليه شويه، فخلت لي الصرف ايه، الميه ماشيه على طول. بصفي المواعين في المطبقيه بتاعتي عادي شويه كده، وبعد كده اجي احط مثلا مواعين تاني ببتدي اشيلهم وبصفيهم ورايا على الرخامه، بس عشان خاطر ايه الميه الكتير ما تبقاش نازله كلها على الرخامه وتنزل على المطبخ الخشب. فيا دوب لو هنزلت على الرخامه طبعا ببقى حاطه فوطه وكده، بس برضو مهما كان بتبقى الميه كتير، فبحطها على المطبقيه تصفي، وبعد كده في الاخر بشيلهم واحطهم بقى على الرخامه وكده، فالميه كتير فبيبقى الميه قليله. فهمتوني؟ سامحوني يعني لو كنت مش عارفه اوضح لكم النقطه دي. المهم بقى كده هوريكم دلوقتي الحله اللي جوزي حرقها. يعني انا ما بحبش، انا بقلق لما جوزي يدخل المطبخ، بقلق والله، في حاجات بتقع وحاجات تتكسر وحاجات تتحرق. فدي الحله. بصوا هي هي كانت حله شوربه وهو حطها عشان خاطر تغلي، فالحمد لله اتحرقت. وهم قاعدين يقولوا كان في ريحه بطاطا، هي دي ريحه بطاطا؟ اتاري الحله جوه بتتحرق، حله الشوربه بتتحرق. بصوا بالسلكه الخشنه كده وابتديت ادعك. عايزه اقول لكم ان دي لو كانت حله المونيا واتحرقت كانت هتترمي في الزباله على طول، ما كانتش هتطلع. الحله الاستانلس بتبقى حلوه، هي ما اتحرقتش في نفس اليوم على فكره، اتحرقت قبليها بيوم او بيومين، واحنا حطينا فيها ميه، يعني هو حط فيها ميه وسابها، فالميه دي ساعدت ان هي ايه تلين يعني. فابتديت بالسلكه الخشنه اللي هي الستانلس دي ادعك بيها، وبعد كده غسلتها، وبعد كده جبت سلكه ناعمه غسلت بيها مرتين تاني، يعني انا غسلتها على 3 مرات. فبر من بره برضو كانت محروقه، فالحمد لله على كل شيء. يعني انا ما كنتش قادره المعها قوي بصراحه من بره، فغسلتها كده على قد ما اقدر، وطبعا هيبقى ايدي فيها على طول لغايه ما المعها. الحله الستانلس حلاوتها ان هي لو اتحرقت بتنضف يعني تاني وبتقدري تنضفيها. لو فيها حاجه لازقه ومش قادره تطلعيها هتحطيها على النار وهتحطي فيها ميه وخل. الاستانلس بيحب الخل، الالمونيا بيحب الليمون. لو حاجه المونيا عندك محروقه هتحط لها ليمون. تمام، نص يعني ليمونه كده تقطعيها نصين وتحطيها ايه في الميه في الحله وتسيبيها تغلي، وبالسلكه الاستانلس دي وتبتدي بقى كده كده تدعكيها، هتبقى معاكي زي الفل، وواحده واحده ايه هتبتدي كده تنضف. فانا كده غسلتها والحمد لله هي نطفت، ما كنتش عامله ان هي تنضف بسرعه كده، بس الحمد لله. وابتديت كده اغسل الرخامه والحمد لله، اللي قدرت اعمله عملته، واللي ما قدرتش خليته طبعا لتاني يوم على قد ما ايه ما قدرت يعني اقوم كده. الحمد لله عملت لولادي اكل وغسلت مواعين ونشرت وعملت حاجات كتير انا ما كنتش قادره، ما كنتش عامله ان انا هعمل كل ده، فالحمد لله. يلا بقى كده يا بنات ما تنسوش اللايك والشير. والله يا بنات انا يعني بعمل كل اللي بقدر عليه يعني في القناه، فربنا يساعدني يعني، ومستنيه التوفيق من ربنا ثم انتوا. وكده اكون خلصت معاكم فيديو النهارده. السلام عليكم ورحمه الله.